السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي. الحواوشي بالعيش البلدي. وهنعمل كفتة كباب الدجاج. ده نص كيلو من البانيه كده. عندك بانيه، عندك وراك اللي عندك ده نص كيلو كده من البانيه. وعندي بقى التوابل بتاعته بتاعت البانيه. انا هقول لكم دي توابل لوحده ودي توابل لوحده علشان ما نتلخبطش. بابريكا معلقه كده حلوه من البابريكا، معلقه صغيره. وتوم باودر. وعندي فلفل اسمر معلقه صغيره. وعندي ملح. وعندي ديت معلقه كده مليانه من البهارات الفراخ. ونص معلقه من السبع بهارات. هي دي التوابل بتاعتها. توابل بقى الحواوشي. عامله بابريكا برضو وبهارات لحمه معلقه صغيره. وملح معلقه برضو صغيره كده. وفلفل اسمر. والسبع بهارات نص معلقه. وده برضو توم باودر. يعني انا قلت لكم دي توابلها لوحدها عشان ما تطلعش، ودي توابلها لوحدها. وديت انا عامله ربع لحمه مفرومه. يا دهن فيها معاها ليا، او عايزه عندك دهن او ليا اللي انت حابه معاه، بتديها طعم حلو. وعند البصل انا هاخد بس للفراخ، للكباب الفراخ. هاخد بس ايه، هي تبقى بصلايه وقرن فلفل واحد. انا هفرمهم كلهم. بيبقى البصل في الحواوشي قد اللحمه. بيديله طعم مع الحواوشي. البصل لما بيكون نسبته قده بيديله طعم، بيسكر يعني الحواوشي. فاحنا مكترين علشان طبعا عارفين ان الحواوشي بيحب البصل، مش زي الكفته ولا الكلام ده يعني. عندي بقى الفلفل. هعمل الفلفل والبصل. هحطهم مفرومهم. انا هاخد بس مقدار فلفلايه وقرن فلفل بس اخضر. وبصلايه واحده. ماشي يا حبايبي. هنفرمهم كلهم. ولما احطهم هوريكم هنعمل فيها ايه. انا هحطهم دلوقتي كلهم كده على الكبه، البصل والفلفل. ونفرمهم مع بعض. فرمت انا بقى البصل والفلفل اهو. خدت مقدار بصله للكفته للبانيه. الكباب الفراخ خدت مقدار بصله. وحوالي ربع كيلو بقى من البصل على الفلفل للحواوشي. هو قلت لكم اللي هو بيديله تسكيره حلو. الفلفل 4 قرون من الفلفل على ربع كيلو من الحواوشي. حاطه قرن شطه معاهم مع الاتنين عشان ضربهم الاتنين مع بعض. همسك بقى البانيه ده في قلب الكبه عادي. انا فارمه فيها البصل. احط فيها البانيه عادي برضو بالشكل ده كده. وافرمهم وارجع لكم برضو عشان لسه في اضافات تانية برضو لسه ما قلتهاش. انت حابه تحطي بقى قرن الشطه، لو حباه حطي، مش حابه ماشي. عندك فلفل احمر بدل الفلفل الاخضر برضو ينفع. اللي انت حابه تحطيه بينفع معاكي، ما فيش حاجه هتقولك لا. عندي الفراخ بعد ما فرمتها بقى بالشكل ده. انا مش فرماها فرم ناعم. انا فرماها عايزه احس ان هي ايه، فيها قطع كده. بلاش نفرمها فرم ناعم. هحط التوابل. انا حطيتها في قلب الطبق بتاعها زي بتاع الكبه عادي. هفرم واعجن فيها المكونات. حطيت بقى التوابل. عندي بقى هنا نص معلقه من البيكنج باودر عشان يدينا لها هشاشه وطراوه حلوه. الكفته متبقاش مكتومه. عندي معلقتين بقسماط وعندي معلقتين نشا علشان تمتص اي سوائل فيها من البصل وكده الفلفل. واحط البصلايه الصغيره اللي احنا فرمناها مع بعض بالشكل ده. امسك بقى المكونات ديت عشان اعجنها كويس. هنمسك بقى المكونات دي نعجنها بقى كويس قوي بالشكل ده. هنتنينا نعجن فيها لغايه ما تبقى كتله واحده ومتجانسه مع بعضها. انا عجنتها كويس. نسيت اقول لكم ان انا عندي معلقه كده من البقدونس. هعجنها برضو معاها تديها طعم حلو للكفته. للكباب الفراخ. حابه تحطيها حبه، مش حابه براحتك يعني. دي مش حاجه اساسيه يعني. هعجنهم بقى وخلاص على كده. عندي بقى بعد ما فرمتها ناعم كويس كده وعجنت فيها كويس، هدخلها بقى التلاجة ترتاح ساعة ساعتين، أقل حاجة نص ساعة خالص. أنا عندي لسه وقت، فأنا عاملاها من الظهر ولسه على الفطار يعني. لسه في مسافة يعني. اسيبها في التلاجة. كل ما بتقعد بتدينا طعم حلو وبتتمسك العجينة ما بتفكش معانا. هشيلها بقى في التلاجة ونعمل عجينة الحواوشي مع بعض. عندي بقى بولة كده فاضية هحط فيها اللحمة المفرومة بتاعتنا. طبعا الكميه اللي انت حابه تعمليها. انا كان دهن لي فيها ابيض وكده يعني حته ليا مع دهن. عندي البصل. انا قلت لكم البصل بيسكر معانا وبيدي معانا كمان كميه حلوه. بس اهم حاجه بيسكر معانا الحواوشي بيبقى طعمه حلو. ثانيه واحده عشان نسيت اضافه كده برضو اقولها لكم. الاضافه اللي انا نسيتها وافتكرتها، معلقه من توابل الحواوشي اللي هي بتاعه الشركات اللي هي بتبقى جاهزه دي بتديها طعم حلو قوي.
وعندي توابل بقى اللي احنا حاطينها مع بعض، الفلفل الاسمر والملح والثوم البودر. عندك فصين توم تفرمهم عادي بتدي لها طعم وريحه حلو، وبهارات لحمه والبابريكا وشويه من السبع بهارات، كميه صغيره يعني من الحاجات الاضافيه ديت، مش عايزين نكتر نضيع في الطعم. عندي رشه بسيطه بقى من البيكنج باودر تدينا هشاشه لها. لكن برضو المكونات دي كلها كويس كده مع بعض. اهم حاجه برضو العجن فيها كويس، وندخلهم. وبعد برضو ما نعجنها هندخلها برضو في التلاجة نسيبها ترتاح. انا قلت لكم ان انا لسه عندي وقت، عشان كده عملتها من بدري وسبتها يعني ترتاح وكده، وقبل ما النور ما يقطع الصراحه. انا كده عجنت الحواوشي مع بعضها، اللحمه مع الفلفل مع البصل مع التوابل، عجنتهم كويس. هسيبهم برضو في التلاجة كده برضو يرتاحوا، وهسيبها. انا الصراحه مش مستعجله عليها بقى دلوقتي، هقفل بقى ولما ارجع اكمل بقيه الوصفه هوريها لكم. اهم حاجه لو عجبتكم وصفاتي ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك، عشان انتم مكسلين قوي في حكايه اللايك والاشتراك. عايزين القناه تكبر كده بيكم، ونبقى اخوات كده مع بعض ان شاء الله، ونكبر مع بعض باذن الله. ادهن ايدي عشان بتبقى ملزقه. ادهن ايدي دهنه بسيطه كده من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وباخد على، طبعا عايزه تعمليها انت بقى صوابع كفته، عايزه تعمليها تبططيها، عايزه تعمليها قراص، طبعا الشكل اللي يريحك اعمليه. هدهن بس الصينيه كده شويه زيت كده عشان اوريها لكم ما تلزقش معانا واحنا بنحطها. وبنبططها بقى ايدينا كده، بنكورها الاول كده بالشكل ده كده عشان نعملها شكل زي شكل مستطيل كده. هي حلوه ما شاء الله في ايدينا اهيت. انا مش هعملها اقراص، انتوا حابين تعملوها اقراص براحتكم يعني، اعملها شكل مطول كده. انا هخلص عشان بس بصور بايد واحده وهرجع لكم تاني. سخنه وحطيت عليها، نزلت عليها بالكفته بالكباب الفراخ. اهم حاجه تكون سخنه عشان ما ننزلش عليها كده، عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، تشرب الميه بتاعتها. وحطيتها بالشكل ده. معلقه الزبده بقى تدينا طعم لها حلو، او دهنه او ليا كده تديها برده طعم معاها حلو. ممكن تحطي سمنه او شويه زيت. هديها واقلبها برده، بص اللون بتاعها الحلو. نقلبها برده من اليمه الثانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. عندي طلعت الشكل الاولاني اهو. احط بقى، انزل بقى بالكميه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت برده معلقه زبده كده، بس برده سخنه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده واقلبها برده على الناحيه الثانيه. هنقلبها مع بعض كده بالراحه بالشكل ده. اللون بتاعها حلو. نشيل بس حته الدهنه عشان نعرف نقلب. بالشكل ده. خلصها بقى واوريكم بقيه الكميه. وده شكله بقى بعد ما طلع اللون ده، وادانا لون الزبده بتدينا لون حلو ليه كده، لون الشوي. نكمل بقى مع بعض بقيه الوصفه. عندي السلطه بقى اللي هنعملها مع بعض. عندي طماطم وفلفل وبصل وخيار وفصين من الثوم كده مقطعاهم قطع صغيره يعني، زي ما انت حابه برضو التقطيعه اللي انت بتبقى حباها. هنزل الثوم كله. وعندي التوابل ملح، احنا ساعه التقديم فاحنا بحط بقى الملح والحاجات، ملح وكمون وشويه كزبره وشويه شطه وشويه فلفل، حبات صغيره كده. ماشي. سمع كده. هقلبهم بقى كل المكونات دي مع بعض كده. عندي شويه من البقدونس كده. هقلب كل المكونات
تفضون بقى في اطباق، حابه ان انتوا تحطوهم تحت الكباب كده، فرشه تحت الكباب بالشكل ده كده. تفضون بقى ونشوف بقيه الوصفه. عندي نص الليمونه كده اعصرها، ومعلقتين كده من الخل، واقلب كل المكونات دي. ده احلى طبق سلطه تاكليها مع الحواوشي والكباب الفراخ. ولو انت حابه تعملي ميه سلطه، الويسكي بتاع السلطه طبعا احنا عاملينه قبل كده على القناه، ممكن تخشوا على القناه ونعمله برضك مع بعض تاني. انا عندي بقى حته دهنه كده مع شويه زيت حطيتهم اسيحهم، وعندي معلقه من الزبده كده كنا مسيحينها، هاخد منها معلقه الزبده اللي احنا كنا مسيحينها مع بعض، هاخد منها معلقه واسيحهم كده مع بعضهم واسيبها لغايه ما تسيح عشان ادهن بيها الحواوشي. انا هدخله في الفرن، مش هعمله النهارده على عين البوتاجاز عشان هعمل الكباب الفراخ على عين البوتاجاز. هي سهله خالص لو انتوا عايزين تعملوها يعني برضو على عين البوتاجاز. مسيحه بها الحواوشي، وعندي معلقه كده من الزبده اللي احنا مسيحينها، زبده فلاحه كده مسيحينها، هاخد منها قطعه اسيبها تسيح. وعندي ما شاء الله الكفته المسكين يطلع لي كميه حلوه اهيت، طلع لي كميه حلوه وطريه وحلوه ومتماسكه. هنعملها بقى ونشوحها مع بعض، نشويها مع بعض وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده الحواوشي حطاه في الفرن اهو، بنخليه كل شويه بقلبه زي ما احنا شايفين اللون بتاعه اهو، بنقلبه على الناحيه دي والناحيه دي كده بالراحه كده، وبنقلب عشان نضمن بس ان اللحمه تستوي كويس. ماشي. اعمل برده في الصينيه التانيه كده برده وادخلها، وكل شويه برده كل 5 دقايق بقعد اقلبها من الناحيه دي والناحيه دي. عندي الطاسه بقى سخنه، هنزل بقى واحده واحده كده من الكباب الفراخ بالشكل ده كده. الدهنه والسمنه البلدي دي بتديها طعم حلو، خلي طعمها حلو. ممكن تعملوا بسمنه عادي. بصوا بقى، انا عندي العيش اهوت، وفي عيش جاي منه برده صغير، عندي هاخد كميه. انا عملت بقى معلش بايدي، وهحط في قلب الساندوتش في قلب العيش كده واوزعه كويس كده يا سنتي عشان بس اشوف. بصوا زي ما احنا شايفين كده التتبيله قاعده معانا يجي 6 ساعات، ما كنتش مستعجله عليها، انا كنت عايزاها عشان الفطار بس. بالشكل ده. وبعمل بقى ايه، بجيب بعد ما بخلص الرغيف البتاع سخنه، لا بدهن كده بالرغيف كده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وبحطه في قلب الصينيه اللي دهنها برده وهدخلهم الفرن. بعمل من الوش والظهر. ماشي يا حبايبي. هكمل بقى مع نفسي انا بقى الكميه ديت وارجع لكم. عندي بقى السندوتشات بعد ما دهنتها وحشيتها، حشيتها الاول بعد كده دهنتها بالماده الدهنيه اللي احنا عملناها مع بعض وش وظهر اهوت. عملت ما شاء الله ربع كيلو، عملنا 10 سندوتشات، يعني كميه حلوه جدا من السندوتشات اهي. هدخلها بقى الفرن وما ترجع اوريها لكم، لما تخلص خالص انا هطلعها واوريها لكم. انا بقلبها يعني ايه، بحطها في الفرن 5 دقايق من الوش ده و5 دقايق على الوش ده، كل شويه بقلب فيه لغايه ما بتستوي وتتحمر معايا وتاخد اللون بتاع السندوتشات بتاعت الحواوشي. ربع كوبايه من الطحينه، ربع كوبايه كده. وعندي ميه سخنه ننزل عليها الميه ونقلب. الميه بتسخن على الطحينه على طول، بتخليها معانا يعني على طول، وبتدينا قوام في الاخر حلو، متبقاش مخرزه كده معانا. وعندي معلقه صغيره من الثوم المهروس، ونص معلقه من معلقه من الشطه، عايزه تحطي بقى براحتك، ونص ليمونه هنعصرها. وعندي كمان معلقتين خل هنحطها. بس الطحينه اهي تقيله، انتوا طبعا بتعملوها بالقوام اللي انتوا حابينه. انا هحط كمان شويه ميه ونقلب لغايه ما توصل للقوام اللي انت بتحباه واللي انت عايزاه تقيل عايزاه خفيف براحتك. هنقلب فيها. قلبتها بقى وتشوفي القوام ده، طبعا انتوا على حسب القوام ده مظبوط حلو. ولسه بتتقل كمان معانا لما بتقعد. تحط بقى معلقتين خل كده، لو انت عايزه تقللي الخل قلليه برده براحتك. وهنزل بنص عصير الليمونه كده واعصرها. انا بتديني طعم حلو لما بنحط الخل على الليمون كده،
تدينا طعم مزازه كده حلو زي اللي احنا بناكلها في المطاعم بره. بصي بتحطي الخل والليمون تتقل كمان معاكي. شايفين يعني هي ما كانش القوام ده قبل ما نحط الخل والليمون. هقلبها واحط كل التوابل اللي موجوده معايا دي ونقلبها ووريها لكم. خلصت بقى الطحينه معاكم بالشكل ده. هفضيها بقى في طبق تاني واديها لكم ساعه التقدير. عملنا كباب الفراخ المشوي، وعملنا سلطه الطحينه والسلطه ومخلل سلطه والحواوشي. عايزاكم بقى تجربوه بالطريقه دي، تحطوا في حمايه وتعملوها زي بندخلها زي ما بنيجي نعمل الكفته، وبنغطي عليها بيبقى واخد طعم الشوي. وعندي عيش كمان كماله وكده. جميله قوي الاكله دي، وتغيير في الحر اللي احنا فيه ده، يعني مش عايز الطبخ والحاجات دي برضو. جربوها وهتعجبكم جدا. ولو عجبكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.